السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة نتكلم في موضوع من اهم المواضيع، اكتر المواضيع اللي الناس بتسأل عليه، خاصة السيدات اللي على العلاج الهرموني، اللي بيشتكوا من زيادة الوزن شوية بعد موضوع ما بيبدأوا العلاج الهرموني بعد شهر 2 3. ممكن كمان بعد فترة العلاج بيبقى فيه راحة، مثلا بيبقى فيه ريستريكشن شوية في الحركة، ان يعني هم ما بيتحركوش كتير، ممكن يكونوا واخدين اجازة من الشغل، فحتى العمل اليومي بيبقى قليل شوية. ممكن مع القعدة، مع كمان لما الكيماوي بيخلص ساعات الواحدة بتبقى نفسها تتفتح شوية فتبدأ تاكل، مع لسه طبعا مبقاش في حركة كتير، فالموضوع يبدأ يدخل في موضوع زيادة الوزن شوية. مع العلاج الهرموني كمان من آثاره الجانبية الواضحة إن بيبقى بيعمل زيادة في الوزن عن طريق كذا طريقة برضو هنقولهم مع بعض دلوقتي. طيب الوزن بيتأثر في السيدات عموما اللي بياخدوا العلاج الكيماوي، او خلينا نتكلم على العلاج الكيماوي خاصة، والسيدات اللي مرضى اورام الثدي بشكل خاص. العلاج الكيماوي تأثيره على الوزن، معظم الناس التأثير الكيماوي على الوزن بيبقى سلبي، يعني بيقلل الوزن مش بيزيد، لان من اكتر او اشهر تأثيرات العلاج الكيماوي على الشهية بتبقى بيقلل الشهية، بيعمل غممان نفس، بيعمل ساعات ترجيع. فمعظم السيدات اصلا بتبقى خايفه تاكل ومش عايزه تاكل، اما اصلا ملهاش نفس تاكل او يا دوب نفسها على قدها. فغالبا الواحده بتفقد شويه الوزن او شويه وزن اثناء رحله العلاج الكيماوي. غالبا كمان ده بيكون في العلاج الابيض مع الاحمر، اللي هم في الاول اللي هو يبقى بروتوكول الاي سي، لان الاي سي بيعمل نوزيا وفوميتنج او ترجيع وغثيان بشكل قوي شويه، فغالبا بيبقى ساعتها النفس للاكل ضعيفه شويه. بعد كده بنبدا ننتقل لمرحله الدواء الابيض اللي هو التاكسوتير او التاكسول. خاصه التاكسوتير اللي هو بيتاخد كل 21 يوم، لو بناخد معاه العلاج التحضيري اللي هو بتاع الكورتيزون. ساعات الكورتيزون بيتاخد قبلها بيوم وفي نفس اليوم وبعدها بيوم، وساعات لو عمل حساسيه او هرش او كده بنستمر فيه لغايه 5 ايام بعد الجرعه. الكورتيزون من الحاجات المعروف جدا ان هي بتعمل بيزود الشهيه، بتخلي الواحد ياكل زياده شويه. سيبكم ان هي بتحبس ميه او كده في الجسم، كده كده الميه والملح دول بينزلوا مع الوقت، ولكن بتفتح الشهيه فعلا. يعني من الحاجات اللي انا دي حسيتها بنفسي لما كان عندي كورونا وفضلت اخد كورتيزون حوالي شهر تقريبا، زدت حوالي 16 كيلو. يعني انا مثلا في حد معين، مثلا في الرغيف الكبير ده انا ما بقدرش اكل رغيف كبير على بعض، لما كنت باخد كورتيزون كنت ممكن اخد رغيف ونص عادي جدا. ففعلا بيفتح الشهيه، وغير الاثار الجانبيه التانيه ليه اللي هو ممكن زي ما قلنا يورم الرجل او يحبس الميه شويه ويعلي الضغط ويعلي السكر، ولكن بيفتح الشهيه بده شكل سيجنيفيكانت وعن تجربه شخصيه كمان. فاي واحده تشتكي ان ممكن تكون بتاكل مع الكورتيزون، فده شكوى فعلا موجوده وتضعها بعين الاعتبار. بس يعني وزي ما احنا قلنا في الكورتيزون بيبقى فيه في العلاج التحضيري وما بعد الجرعه وقبلها في الدواء الابيض، بيبقى فيه مع طبعا العلاج الاحمر اللي هو اللي قبل الجرعه على طول. ولكن طبعا تاثير الكورتيزون مش هيعمل الايفكت الكبير ده والتاثير الكبير ده من حقنه واحده قبل الجرعه. وكمان زي ما قلنا الترجيع والغثيان اللي بيبقى كتير شويه مع الدواء الاحمر بيغطي على تاثير الكورتيزون في الموضوع ده. فممكن بقى مع كورس العلاج الابيض يزيد موضوع الشهيه، فيزيد موضوع الاكل شويه. بعد كده ممكن نخش في مرحله العلاج الاشعاعي. العلاج الموجه غالبا ملوش تاثير زي الهرسبتين والبرجيتا والكاتسايل، الحاجات دي ملهاش تاثير على الشهيه ولا بتعمل ترجيع وغثيان بشكل ملحوظ، فمش هيبقى ليها تاثير على الشهيه او تاثير على الوزن بشكل ملحوظ. اللي ليه ولا الاشعاعي برضو ليه تاثير، التاثير برضو الاشعاعي مفيش. ممكن التاثير ممكن برضو احيانا اثناء العلاج الاشعاعي بتزيد موضوع الهمدان او الغثيان شويه او حتى الترجيع، ساعات بيبقى فيه كده مع الاشعاعي، وده برضو ممكن يقلل في موضوع الشهيه ويقلل في الاكل، فممكن يقل في الوزن شويه. اثناء العلاج الهرموني سواء كان تاموكسيفين، اراماديكس، ارومازين، فيمارا، الاتروزول، الزولادكس، كل الحاجات دي ليها نفس التأثير على الأكل. غالبا بتعمل ويت جين، بتزود الوزن، ممكن تزود فيه الدهون شوية، ممكن كمان تخلي الواحدة قابليتها لتخزين الدهون أو للأكل أو لزيادة الوزن أكتر من الطبيعي، اللي هي الأدوية الهرمونية بصفة عامة.
طيب فطبعا لما يكون في شكوى ان في زياده وزن مع العلاج الهرموني، بتبقى دي شكوى طبيعيه. ليه؟ لان الادويه دي فعلا بتزود الوزن شويه، بتخلي ممكن ترفع من نسبه الدهون شويه، تخلي الست قابله لتخزين الدهون شويه. والى جانب بقى طبعا الاثار الجانبيه التانيه اللي اتكلمنا عنها كتير في اكتر من فيديو. طيب نتصرف ازاي بقى؟ دي المشكله اللي احنا قلنا عليها. نتصرف ازاي اثناء طبعا العلاج الكيماوي او اثناء ريحه العلاج الكيماوي؟ احنا قلنا ممكن الكورتيزون ياثر على بعض الناس ويفتح شهيته وكده. مفيش هنا حل مباشر هيحصل، لان احنا لازم ناخد الكورتيزون. احنا بناخد طبعا اقل الجرعات الممكنه لكن طبعا لازم هناخدها. وان كان وزنك بيقل اثناء العلاج الكيماوي في الاول، فطبعا اتكلمنا في كذا حلقه قبل كده على الغذاء المناسب لمرضى اورام الثدي اثناء العلاج الكيماوي واثناء العلاج الهرموني واثناء العلاج عموما واثناء الحياه عموما. فممكن نراجع الحلقات دي على التغذيه اثناء الرحلات دي. ولكن دلوقتي احنا عايزين نتكلم على ايه هي الحلول بقى. واحده وزنها زاد بعد مثلا سنه بقى من العلاج، اللي خلصت ريحه العلاج، ودلوقتي انا بني ادمه طبيعيه الحمد لله. اعمل ايه بعد مثلا سنه من العلاج ولقيت وزني زاد 10 كيلو 20 كيلو؟ ابدا اعمل ايه هنا؟ السيدات الفضلات بقى اللي كان عندهم الورم واتشال وخلاص خدنا ريحه العلاج، احنا كده هنتعامل تاني كاننا بني ادمين طبيعيين. عندنا زياده وزن، نبدا نشوف ايه اللي هي الخطوات ان احنا نعملها عشان نبدا نحافظ على وزننا ونبدا نفقد وزن ونوصل لوزن مثالي. لان طبعا وجد بالدراسات والتجارب العلميه ان زياده الوزن من اسباب اصلا الاصابه بمرض سرطان الثدي وامراض تانية كتير. احنا قلنا السمنه قبل كده هي سبب من اسباب السرطان، بتسبب 12 13 نوع من انواع السرطان المختلفه، منهم اورام الثدي. يعني اورام الثدي الاوبيسيتي او زياده الوزن من عوامل الخطوره للاصابه باورام الثدي، ومن عوامل الخطوره لارتجاع اورام الثدي لو واحده اصلا جالها ورم في الثدي. عشان كده احنا عايزين ما يكونش طبعا عندنا وزن زياده ونكون في الوزن المثالي. طيب ايه بقى؟ نحاول نشوف الحلول كده واحده واحده. اول حاجه، احنا خلاص كده احنا بناخد العلاج الهرموني، فاحنا هنفضل ناخد العلاج الهرموني. في مننا بياخدوا 5 سنين، في مننا بياخدوا 10 سنين، فدي مده طويله. يعني كده لازم نتعايش مع المشكله. طبعا في مشاكل تانية ممكن تكون مصاحبه في بعض المريضات. واحده مثلا عندها سكر، واحده عندها ضغط، واحده عندها قلب، واحده عندها روماتويد، واحده عندها اي نوع من الانواع التانية. طبعا بنكمل علاج المرض التاني ده عادي خالص، ونتابع مع الدكتور اللي متابعين معاه سواء كان بطن او اي دكتور تخصص تاني. لكن بنبدا نمشي في نفس سكه العلاج مع المرض التاني. بنبدا. وطبعا احنا زي ما احنا قلنا ان السيطره على الوزن او الوصول للوزن المثالي او فقد الوزن بيفيد في جميع الامراض. يعني بيفيد، يعني هيحسن السكر، هيحسن الضغط، هيحسن القلب، هيحسن الكوليسترول، هيحسن كل الامراض المزمنه، وهيحسن كمان الروماتويد واعراضه. وكمان يقلل من كمان اي فرصه لارتجاع المرض. لو كل ما نخس وكل ما نفقد وزن بيقلل من فرص ارتجاع المرض لا قدر الله. وفي الاول خالص لو واحده اصلا لم يصيبها الورم الحمد لله، يبقى او اورام الثدي، يبقى بيقلل من نسب الاصابه. الحلول اول حاجه دي معروفه في اي واحده بقى عموما عايزه تفقد وزنها، واي بني ادم عايز يفقد من وزنه، اللي هو تشينج لايف ستايل، او اغير من نمط حياتي، ان انا ابعد بقى عن الاكل الضار، عن الاكل اللي فيه دهون عاليه، عن الفاست فود، عن الاكلات المضره، عن السكر والدقيق والملح، وناكل اكل صحي، وناكل في فترات ناكل على بتاع ده، ما ناكلش بالليل قبل ما ننام ب3 أو 4 ساعات. الحاجات الصحيه اللي موجوده في اي مره، وهتلاقوا كل الناس الدايترز او الناس اللي هم بيتكلموا عن الدايت والاكل والغذاء الصحي بيتكلموا فيها، اللي هي البريكوشنز بتاعتنا العاديه، ان ناكل اكل صحي ومفيد، نبعد عن الفاست فود، نبعد عن اللحوم المصنعه، نبعد عن الاكلات اللي احنا قلنا قبل كده ولا ما بتنفعش وكلها اضرار فقط، وبتسبب طبعا زياده الوزن، وخاصه الفاست فود واللحوم المصنعه. نحاول نمارس الرياضة. من أفضل الرياضات رياضة المشي، رياضة الجري، السباحة. وبرضو السباحة وبالذات لو احنا هنعمل سباحة وتكون بقى سباحة يعني مش في البسين كده نهزر يعني.
بنتابع طبعا الايد اللي فيها العمليه بحيث ان احنا ما نعملش حركات غلط او حاجه. في منكم سيدات بتبقى عايزه تروح الجيم وتلعب حديد، دي ساعتها لازم نتابع مع دكتور علاج طبيعي عشان نعرف الحركات المناسبه على نوع العمليه اللي انت عاملاها، والحركات المناسبه ليكي عشان ما تاذيش دراعك. لان احنا لو واحده مثلا عامله استئصال كامل بيبقى فيه عضلات متشاله من المكان ده، فما ينفعش تلعبي حديد من غير اشراف لكابتن يكون مشرف عليكي، او يكون في دكتور علاج طبيعي مع اشتراك طبعا عند دكتور علاج الاورام في الموضوع. لكن الرياضات المسموحه حاجه زي المشي مفيش اي مشكله، سواء في الشارع او على التريد ميل. الجري ممكن جدا، السباحه الخفيفه ممكنه جدا. لكن لو هنعمل بقى تقويه عضلات او حاجات بجيم او كده او حديد او كده او اجهزه، لازم نرجع للطبيب المعالج مع دكتور العلاج الطبيعي عشان نبين ايه الحركات المسموحه او الممنوعه عشان ما تاذيش نفسك او تسببي ورم في دراعك ده. عايزين نلعب ايروبكس، الحاجات دي كلها مفيش اي مشاكل منها ان شاء الله، ما تعملش مشاكل. لو الحاجات دي صعبه او ان احنا صعب ان احنا نعمل رياضه، او صعب ان احنا نظبط الدنيا، او في زياده وزن زياده بقى اكتر، يعني مؤشر كتله الجسم اكتر من 30، في ناس كان اكتر من 35، يعني في وزن زائد كتير، نعمل ايه في المرحله دي؟ المرحله دي بقى ممكن نلجا للعلاجات المساعده، اللي هي دلوقتي مفيش غير طريقين: موضوع العمليات زي التكميم او تحويل المسار، او موضوع الحقن او ادويه التخسيس بقى عموما بقى بمنتجاتها كتير جدا، واللي اشهرها طبعا دلوقتي اللي ظهر حقن التخسيس اللي هي تحت الجلد، اللي هي اصلا بتستخدم في علاج السكر من النوع الثاني. نتكلم على الاول على التكميم او تحويل المسار. ساعات بيبقى الحاجات دي ضروريه لو البني ادم ده مثلا عنده مشكله بقى في ركبه، وعنده مشكله في الحركه، مش قادر يعمل حاجه بالدايت، مش قادر يسيطر على شهيته حتى بادويه. ساعات ما يبقاش في حل غير التكميم. وساعتها هنا التكميم بيبقى او الاجراء اللي انا هاخده عشان اعالج السمنه بيبقى ضروري يا جماعه، مش مجرد دلع وانا عايز اخلي شكلي حلو. وده طبعا من حقك انك تخلي شكلك حلو او تفقدي وزن او تحافظي على جسمك. ولكن الاكثر ضروره لو انت مثلا وزنك الزياده ده هيعمل لك ضغط، سكر، قلب، مشكله، او يزود لك نسبه الدهون في الجسم كتير، او بيقلل كمان بيقلل من فايده العلاج الهرموني، او يقلل يزود من فرص الارتجاع المرض. فهنا لازم اتحرك واعمل وسيله لفقد الوزن. الوسيله التكميم او تحويل المسار او العمليات الجراحيه هي وسيله مطروحه طبعا، وطبعا لازم ساعتها بنتعرض على اسسمنت كامل او تقييم كامل، واشوف ان هي دي الحل الوحيد، او هي دي ضروره قائمه عشان اسيطر على الوزن وافقد وزن. فلو مفيش حل غيرها ممكن نعملها. طيب العلاجات بقى بتاعت التخسيس، نبعد عن اي دواء يا جماعه من الادويه اللي بتعلي الحرق. الادويه دي مضره جدا جدا، ممكن تسبب سكته دماغيه، سكته قلبيه. العلب اللي هي الادويه اللي بتتباع مش معروفه منين، يقول لك ده اللي بيتروج لها كمان على قنوات كده، تلاقي اعلانات طبيه بيروجوا لمنتجات خفض الوزن من غير ما نكون عارفين ايه في. بيبقى معظمها في مواد كيماويه ضاره جدا بتستخدم، بتخلي الجسم يحرق اكتر ممكن ولكن بتضر جدا، لان في منها مواد محرمه دوليا ليها تاثير ضار جدا على المخ، ليها تاثير ضار جدا على القلب، ليها تاثير ضار جدا على الغدد بتاعتك. فالادويه اللي مجهوله المصدر دي يا ريت ما نستخدمهاش خالص. طب في بقى ناس بتستخدم تقول لك استخدم كارنيتين بيعري الحرق، استخدم الكرومونيوم ولا الكروميوم بيعلي الحرق، شاي الماتشا، شاي ما اعرفش دكتور مينج، شاي دكتور حسبولا. المهم يا جماعه الحاجات دي كلها تاثيرها ثانوي. الحاجات دي معظمها بيبقى قائم على الحاجات اللي بتسد الشهيه او بتملى المعده او كده. ما فيش مشكله لو احنا ضامنينها وعارفين مكوناتها بالظبط، ومجرد ان هي لو بتملى المعده وموضوع تدي احساس بالشبع او كده ما فيش مشكله. لكن الحاجات اللي بتعلي الحرق خطر، الحاجات اللي بتعلي الحرق خطر جدا، خاصه لو بتحتوي على مواد كيماويه مش معروفه او هم مش كاتبين المكونات بتاعتها، لان زي ما قلنا في اكتر من ماده محرمه دوليا ومحرمه استخدامها بالنسبه للبني ادمين، ممكن تؤدي الى سكتات دماغيه مباشره. طيب زي ما قلنا بقى الشاي التخسيس وما اعرفش ايه، الحاجات دي يعني انا عمري ما شفت لها تاثير قوي بصراحه في حاجه، ولكن يعني ادام هي سيف والمكونات بتاعتها طبيعيه ممكن تستخدم كمرحله اولى، او لو حد عايز يفقد جزء صغير من الوزن. طب بعد كده في حقن الميزوثيرابي اللي هي بتدوب الدهون وما اعرفش ايه. الحقن دي ما فيش منها مشكله كاستخدام ككانسر، ولكن مش بتبقى مؤثره فعلا في كل الناس، مش بتبقى صالحه للواحد لو عايز يفقد دهون او يفقد وزن من جسمه كله. بتبقى صالحه لواحد عنده مشكله في حته ما، يعني واحد عايز تفقد دهون من حته معينه، من البطن مثلا، من الارداف، من حته من
دي اللي بيبقى فيها التأثير أكتر في حقن الميزوثيرابي، دي هي دي اللي بتبقى مؤثرة بشكل أكبر في الحقن دي. ولكن لو واحد عايز يفقد دهون جسمه دهون من جسمه كلها بتبقى أقل تأثيرا بالنسبة للأنظمة التانية. في ناس بتستخدم الإبر الصينية اللي بتستخدم ساعات من بعض الدكاترة لتقليل الشهية أو فقد الوزن أو كده، وبتجيب نتيجة مع ناس وناس لأ. موضوع الإبر الصينية عموما الدراسات عليها قليلة شوية، بتتحكم في مسارات الطاقة، بتتحكم في بعض الديزايرز زي الشهية وكده، ولكن ما اعرفش الصراحة هي ليها تأثير على الأورام ولا لأ، وإن كان أغلب الظن إن هي ملهاش تأثير سلبي على موضوع الأورام. ويمكن نيجي بقى لأهم نقطة اللي الناس تسأل عليها كتير وجات لي رسالة على الخاص عليها كتير جدا، موضوع الحقن بقى اللي هي التخسيس اللي طلع جديد، اللي هي بتستخدم أصلا في علاج السكر من النوع الثاني، ولقوا إن استخدامها ليها تأثير قوي في موضوع فقد الوزن، وهل هي مناسبة للاستخدام في مرضى أورام الثدي عموما خصوصا والأورام عموما ولا لأ. لغاية دلوقتي الحقن دي ملهاش آثار جانبية خطيرة غير على موضوع الناس اللي عندهم أورام في الغدة الدرقية أو عندهم تاريخ عائلي للإصابة بأورام في الغدة الدرقية. يعني أنت لو عندك لا قدر الله أي ورم في الغدة الدرقية أو عندك أورام عندك أي حد من العائلة مصاب بأورام الغدة الدرقية، يفضل الابتعاد عن هذه الأدوية تماما، اللي هي معظمها بتبقى حقن تحت الجلد، في منها يومي زي الساكسندا والفيكتوزا، وفي منها اسبوعي زي التروليستي والاوزيمبيك والمونجارو. الادويه دي غاليه شويتين، يعني فوق ال 2000 3000 جنيه، وبتستخدم هعمل لكم فيديو لوحده لو المهتم، هحط لكم رابط فيديو للاستخدام بالظبط بتستخدم الادويه دي ازاي، وكله طبعا نوع بيستخدم غير التاني وبجرعات غير التاني وجرعات متصاعده، لان هي بتعمل زي اثار جانبيه برضو، من اشهرها الغثيان والترجيع وسده النفس والاسهال، اللي هي هتحس ان انت بدات تاخدي كيماوي تاني، لكن طبعا مش بنفس الشده، وان كان الغثيان بتاعها قوي شويه. ولكن الحقن دي فعلا بتساعد في فقد الوزن، يعني حقن زي الاوزيمبيك ممكن تفقدك 8% من وزنك خلال 6 شهور، المونجارو ممكن يوصل ان هو يفقدك 13 ل 15% خلال 6 شهور، الساكسندا من 6 ل 8% من وزنك خلال 6 شهور. طريقه الاستخدام زي ما قلنا والجرعات بتستخدم بطريقه معينه بجرعات متصاعده، وبعد كده بنثبت على جرعه وبنفضل ناخدها بعد كده فتره، ممكن ناخدها 6 شهور، ممكن 9 شهور، بس بعد كده ممكن نعدل الموضوع. ولكن الحقن دي بتفقدك الوزن، وبعد كده لازم نرجع للخطه الاساسيه اللي هي المحافظه على الاكل عموما ونظام عيشه صحي قدر الامكان وممارسه الرياضه قدر الامكان، لان اللي انت تخنتيه ممكن، اللي انت خسيتيه ممكن ترجعي له تاني. ولكن هل الحقن دي مناسبه للاستخدام في مرضى اورام الثدي؟ حتى الان لا يوجد ما يمنع استخدام الحقن دي في مرضى اورام الثدي، زي ما قلنا اورام الغده الدرقيه، سواء كانت في المريض نفسه او في تاريخ مرضي للغده الدرقيه. والحقن دي لازم تستخدم تحت اشراف طبيب، سواء كان طبيب الدايت او طبيب الغدد او طبيب، ويكون مشارك طبعا في القرار معاك وطبيب الاورام، لان لازم يبقى على علم باي حاجه اثناء فتره المتابعه. دي كانت حلقتنا، وزي ما قلنا فقد كل كيلو جرام من وزنك بيساعد في عدم تكرار الاصابه، في عدم ارتجاع المرض، مع طبعا العلاج والمتابعه الدوريه. واشوفكم دايما على خير، ويا رب تبقوا بخير.